يا صباح الفل. معانا النهاردة حالة سريع وجميل، وهتحبوه جدا وهيحبوا قلبك. معانا هنا 700 ملي من عصير البرتقال. تقدروا تستعملوا برتقال فريش أو تقدروا تستعملوا العصير العادي اللي بنجيبه من السوبر ماركت. حطينا عليه معلقة سكر واحدة. حطينا عليه كمان 3 معالق نشا يكونوا هرميين، مليانين يعني على الآخر. كل ده على البارد هنقلبه كويس جدا لغاية لما نتأكد إن المكونات كلها اندمجت مع بعضها. بعدين هنرفعه على النار. هنقلب كويس جدا، مش هنسيب التقليب ابدا ابدا ابدا، ولا يعني فتفوتة من الثانية، لغاية لما يتكون معانا الخليط تقيل شوية. هننزل عليه في القالب اللي هنقدم فيه. نصيحة: القالب الأول تكونوا يعني حطيتوا فيه مية ساقعة وبعدين فضيتوها عشان يقدر يتقلب معاكم بسهولة. الطبقة التانية هنا معانا برضو 700 ملي من الحليب. حطينا عليه 4 معالق هرميين من الدقيق، وما تستغربوش الدقيق على فكرة طعمه بيبقى كويس لما بنقلب فيه فترة طويلة بعد التسوية. وكمان حطينا معاه 5 معالق من السكر. وهنا معانا بشر برتقان. برتقانة واحدة كفاية، أو ما يعادل معلقة صغيرة من بشر برتقان. هنقلب كويس جدا برضو كله على البارد. هنا ظرف فانيليا. انا عايزه اقول لكم ان الحلقه ده تحفه والله، هتدمنوه فعلا حرفيا. هنرفعه على النار، هنقلب برضه كويس جدا لغايه لما ياخد معانا القوام التقيل ده. السكر هنا معتدل على فكره. نزلت عليه في الاخر بمعلقتين من القشطه، ودي اختياري طبعا، بس طبعا مهلبيه يبقى قشطه. وهننزل بقى على الطبقه الاولانيه اللي هي البرتقال. البرتقال لو تلاحظوا انا حطيت له معلقه سكر واحده، لان برضو في سكر في البرتقال نفسه يعني، او عصير البرتقال. تقدروا تستعملوا كمان البرتقال البودر اللي بيتباع في السوبر ماركت وانتوا بتخففوه بالميه. اي طريقه هتظبط معاك. هنا سويت القالب كويس جدا، وحطيته في التلاجة حوالي 3 أو 4 ساعات، وخرج لنا بالشكل الجميل قوي ده، ساقع وتحفة ويبرد على القلب، وحالة يعني خطير. أتمنى لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ما تنسونيش من الدعاء، وجزاكم الله خير.